قضى طفولته كلها كلاجئ هربان من المدافع والحروب. جده اللي كان متعلق بيه جدا اتقتل وهو طفل وهو عنده 5 سنين، وبرغم كل الظروف دي الا انه ما كانش عنده غير طريقه واحده انه يرفه بيها عن نفسه وهي لعب الكوره. وبرغم حبه الشديد للكوره الا انه في بدايته اترفض من اكتر من نادي بسبب جسمه النحيف، وبالرغم انه بقى اسطوره من اساطير ريال مدريد الا انه كان مشجع لبرشلونه واتعرض على برشلونه لكنهم رفضوه بحجه ان جسمه ضعيف ورفيع ومش هيقدر انه يكون موجود وسط تشافي ونيستا وجيل العتاوله ده. ولما مورينيو جابوا ريال مدريد اتهاجم وقالوا عليه كبر وخرف. ولما الماركه وقتها عملت تصويت عن اسوأ صفقه في تاريخ النادي جه هو في المركز الاول. وبرغم كل الظروف الصعبه دي الا انه اثبت للجميع انه واحد من افضل لعيبه خط الوسط في تاريخ اللعبه. حلقتنا النهارده هتكون عن الطفل اللي اتحول من مخيمات اللاجئين الى افضل لاعب كوره في العالم، لوكا مودريتش. انا احمد حموده وهو ده المهم، يلا بينا. لوكا مودريتش اتولد يوم 9 سبتمبر 1985 في قرية مودريتش بكرواتيا. اتولد في ظروف صعبة جدا وسط القنابل والمدافع والغراب، لأن في الوقت ده كانت صربيا شنت حرب على كرواتيا، وكانت كرواتيا بتحاول تنول استقلالها وتبقى دولة لها دستور وقانون يحكمها. لوكا كان عايش مع أهله في بيت شبه الكوخ بالظبط، بيت متهالك بسبب الحروب والغراب، بيت كان في منطقة مليانة لغم مزروع في كل حتة، لدرجة إن جنب بيته كان في يافطة مكتوب عليها احذر حقل الألغام. في يوم 18 ديسمبر 1991 كان جد لوكا مودريتش بيرعى الاغنام وقتها، عدى عليه شويه متمردين من الجيش الصربي وقالوا له هو انت بتعمل ايه هنا؟ دي ارض صربيه. ولما رد عليهم هاجموه وضربوه بالرصاص ومات في الحال. وهنا كانت نقطه التحول في حياه لوكا مودريتش، لان عيله لوكا مودريتش حست بالخطر وشافوا ان هم لازم يروحوا لمكان امن، وفعلا انتقلوا وراحوا عاشوا في فندق او مكان للاجئين في مدينه زادار. وفي نفس الوقت وبرغم الظروف الا ان الكوره تعتبر كانت هي المتعه الوحيده للوكا مودريتش اللي بتنسيه الحرب والدمار اللي كان عايش فيه، وبالتالي كان بيطلع بالكوره يلعب قدام الفندق، لا شاغل باله بقى بغاره ولا بصاروخ ينزل فوق دماغه ويموته، اهم حاجه ان هو يتمتع. لوكا كان بيحاول ان هو ينضم للفريق المحلي للمدينه، لكن الفريق رفضه لانه كان رفيع ونحيف. وهنا بقى اليأس بدأ يدخل لقلب لوكا مودريتش وفكر ان هو يبطل كوره. لكن في الوقت ده بتحصل صدفه عجيبه جدا والقدر بيضحك للوكا مودريتش لاول مره في حياته، لان في الوقت ده ولوكا كان بيلعب عادي كوره قدام باب الفندق زي ما بيلعب كل يوم، كان في عين بص عليه ومندهشه من اللي هو بيعمله. العين دي كانت عين رئيس اكاديميه زادار جوزيب باجلو، اللي قال ان لوكا كان ولد صغير ونحيف جدا عن الناس اللي في سنه وكان صعب جدا تراهن على نجاحه، لكن رجله كانت بتطلع سحر وحسيت ان هو هيبقى حاجه كبيره، وفعلا ضمه للاكاديميه وانقذه من ان هو يبطل كوره. وبرغم تالق لوكا مودريتش مع الاكاديميه وصعوده لفريق الشباب الا ان انديه كتير جدا رفضت التعاقد معاه بسبب جسمه الصغير، كان بيعاني من نفس مرض ميسي وهو مرض اضطراب النمو. وهنا بقى ابو لوكا مودريتش شاف ان الموضوع مش جاب همه وان الولد بيضيع وقت على الفاضي، فنصحه ان هو يبطل كوره ويركز في دراسته. وغير كده كمان مفيش فلوس مع اهله عشان يعالجوه اصلا. لكن لتاني مره القدر بيضحك لمودريتش وربنا بعت له راجل اسمه توميسلاف باسيتش. الراجل دوت كان مدير اكاديميه زادار وكان مؤمن بقدرات مودريتش قوي لدرجه ان هو كان بيدربه شخصيا. المهم الراجل قعد مع ابو مودريتش وقال له ابنك ده موهبه، سيبه يا عم يلعب وياخد وقته، واوعدك مع الوقت هتلاقي في فريق كبير خده وشافه وبقى نجم كبير. وقد كان، لان مودريتش اتالق وسمع جامد جدا في كرواتيا، وده اللي لفت نظر كشافين اكبر نادي في كرواتيا دينامو زغرب، وفعلا اتعاقدوا معاه وادوا له فرصه كبيره جدا للعب في الاكاديميه. ومش بس كده، ده كمان عالجوه وادوا له مكملات غذائيه كملت نموه وبقى شخص طبيعي وسليم ومش بيعاني من اي مرض. وبرغم انفراج ازمه مرض لوكا مودريتش لكن النادي كان شايف ان هو كان لازم يروح اعاره عشان يحتك ويزود مهارته، وفعلا ودوه اعاره لنادي زيرينسكي الكرواتي، وبعديها ودوه اعاره لنادي في الدوري البوسني. وخلي بالك الدوري البوسني من اعنف الدوريات اللي موجوده في اوروبا، ورغم كده حقق المركز الثاني معاهم في الدوري، وده انجاز ما حصلش لحد وقتنا هذا. وكمان حقق جائزه افضل لاعب في الدوري البوسني. وقتها حصل على مكان مع المنتخب الكرواتي وشارك معاهم في تصفيات اوروبا. وبسبب المستوى المميز اللي بيقدمه مودريتش قدر ان هو يحقق جائزه افضل لاعب صاعد في كرواتيا سنه 2004. وبسبب الاعارات اللي كانت نقطه تحول في حياه مودريتش اللي ادته فرصه ان يلعب كتير ويظهر بشكل مميز، فده اللي دفع ناديه الاساسي دينامو زغرب يعمل له عقد ب10 سنين. واول فلوس مسكها مودريتش من الكوره جاب بيها شقه لاهله واستقروا، وحجز مكانه في نادي دينامو زغرب الاول وساعدهم على الفوز بالدوري. ومش بس كده، ده كمان اخذ احسن لاعب في الدوري الكرواتي الممتاز وقرر الانجاز وكسب معاهم 3 بطولات متتاليه ما بين الكاس والدوري المحلي. وفي 4 سنين مع دينامو زغرب سجل 31 هدف وصنع 29 تمريره حاسمه، وده خلى معظم الانديه الاوروبيه الكبيره تحط عينها عليه. ومن ضمن الانديه دي كان نادي توتنهام الانجليزي اللي قدر يشتريه من دينامو في صفقه قياسيه وصلت ل 16 مليون ونص جنيه استرليني، ودي وقتها كانت اكبر
اكبر صفقه عملها النادي اللندني في تاريخه. وفي الوقت ده كان مودريتش مكسر الدنيا مع كرواتيا في يورو 2008 ورجع على توتنهام فايق وفورمه وقدم معاهم مستوى مميز ومسيره محترمه جدا، وقدر يقود توتنهام للصعود لدوري الابطال بعد 50 سنه، وكمان قدر معاهم يوصل لربع نهائي دوري ابطال اوروبا 2010 2011 في انجاز ما حصلش قبل كده. ومع نهايه موسم 2010 2011 معظم انديه اوروبا كانت بتتمنى ان هي تحصل على خدمات لوكا مودريتش، ومن ضمن الانديه دي كان نادي تشيلسي الانجليزي اللي قدم عرض ب 22 مليون جنيه استرليني لكنه اترفض، ورجعوا تاني وعلوا العرض ووصلوه ل 27 مليون جنيه استرليني وبرضه اترفض. خلي بالك ده بالرغم ان مودريتش كان مرحب ان هو يلعب في تشيلسي وما كانش عنده اي مانع، لحد بعد نهايه موسم 2011 جه عرض كبير جدا من ريال مدريد لضم لوكا مودريتش ب 30 مليون جنيه استرليني، عرض ما كانش ينفع يترفض من اكبر نادي في اوروبا وتحت قياده جوزيه مورينيو، واصبح رسميا لوكا مودريتش لاعبا في ريال مدريد بالرغم من ان هو كان بيشجع برشلونه. ايوه ما تستغربش وتعال احكي لك الحكايه. لوكا مودريتش يا سيدي كان بيلقبوه بكرويف كرواتيا نظرا للشبه اللي بينه وبين كرويف في الشكل، ولذلك هو كان مشجع قوي لبرشلونه وقتها زي معظم الكروات. لوكا مودريتش في 2008 وقبل انتقاله لتوتنهام كان ابو بويان كريكيتش لاعب برشلونه السابق عرض مودريتش على فرانك ريكارد المدير الفني لبرشلونه وقتها، وساعتها ريكارد رفضه بحجه ان جسمه ضعيف وقليل وكمان مش هيبقى ليه مكان وسط العتاوله زي تشافي ونيستا زي ما قلت لك في اول الحلقه، وضاع مودريتش من برشلونه. نرجع بقى لموضوعنا تاني. كواليس انتقال لوكا مودريتش لمدريد كانت صعبه جدا، وبالرغم من بعد يومين بس من وجوده في مدريد دخل قائمه ماتش برشلونه في نهائي كاس السوبر الاسباني، وفي الدقيقه 82 نزله مورينيو الملعب بديلا لمسعود اوزيل، ووقتها كسب الريال وحقق لوكا مودريتش اول بطوله ليه مع الميرينجي، وكان الجمهور بيشوف ان مستواه مش احسن حاجه، لدرجه ان صحيفه ماركا عملت استفتاء على اسوأ صفقه جابها ريال مدريد في الفتره الاخيره، والمفاجاه ان 32% من المصوتين اختارت لوكا مودريتش على راس القائمه السوداء، لكن مودريتش ما تاثرش ومورينيو كان واثق فيه جدا جدا، وبالرغم من ان هو كان بيعتمد بشكل اساسي على غديرة واوزيل والونسو الا انه كان حريص دايما على تطبيق مبدا الروتيشن والمداوره ما بين اللعيبه عشان الجدول المزدحم بالمباريات. مودريتش بدا يندمج مع الفريق ومستواه بقى في زياده مستمره، وبدات الجماهير تغير وجهه نظرها فيه لحد ما وصلوا ل 2013 ولوكا مودريتش لعب نفس عدد الماتشات اللي لعبها اوزيل في الدوري الاسباني بواقع 29 مباراه لكل لاعب. في نهايه 2013 رحل اوزيل لارسنال، وكمان تم تعيين كارلو انشيلوتي مدير فني لريال مدريد. خلي بالك انت لو سالت لوكا مودريتش وسالته مين احسن مدرب في مسيرتك هيقول لك كارلو انشيلوتي لان هو اللي اداله الثقه وبدا يلعبه اساسي. وفي 2016 وصل زين الدين زيدان لريال مدريد، وبدات قصه عظيمه بين لوكا مودريتش وزين الدين زيدان اسطورته. زيدان شاف نفسه في لوكا مودريتش، وخلال 3 مواسم اسطوريه لزيدان مع ريال مدريد كانت نتيجتها 3 دوري ابطال اوروبا ورا بعض في انجاز تاريخي، وهنا بقى ظهرت قيمه لوكا مودريتش كواحد من افضل اللعيبه في العالم، وبقى اول لاعب يكسر هيمنه كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الكره الذهبيه، ويفوز بالبالون دور لاول مره في تاريخه في سنه 2018. وبرغم رحيل نجوم كتير من ريال مدريد زي رونالدو وكاسيميرو الا ان مكانته وقيمته زادت في تاريخ ريال مدريد، خاصه بعد ما قدم للعالم اداء خارق في دوري ابطال اوروبا 2022. فمين يقدر ينسى اداء لوكا مودريتش قدام باريس سان جيرمان في البرنابيو، والريمونتادا ب3 اهداف خلال دقائق معدوده، والاستمرار في الاداء الكبير، وانه يشارك في انجاز ريال مدريد ان هم يحققوا 5 دوري ابطال اوروبا في اخر 8 سنين. كل ده كوم، واللي عمله مع منتخب كرواتيا كوم تاني خالص، انه صنع تاريخ جديد لبلده وحقق مع كرواتيا معجزات ما تتصدقش. وبالرغم ان كرواتيا منتخب مش كبير، اقصى انجاز عملوه كانوا ثالث العالم في مونديال 98، لكن بقياده لوكا مودريتش حققت كرواتيا المركز الثاني في مونديال روسيا 2018 كافضل انجاز في تاريخ كرواتيا، والمعجزه بتفضل مستمره عشان يحصل مع منتخب كرواتيا على المركز الثالث في مونديال قطر 2022. لوكا مودريتش دلوقتي ناقص له سنتين ويكمل 40 سنه، وبرغم كده الا انه محافظ على مكانه الاساسي مع ريال مدريد وكرواتيا، وبسم الله ما شاء الله اللهم على حسد يعني بيجي عليه وقت بيلعب 120 دقيقه واكتر كمان، وده كمان بيحصل في اكبر الاحتكاكات في العالم زي التشامبيونز ليج وكاس العالم، وسبحان الله كفاءته ولياقته ما بتقلش، بالعكس ده كل ما بيكبر مستواه ولياقته بتعلى اكتر، وده وراه سر اسمه فلانكو فوزيتش، استاذ علم الحركه في جامعه زغرب والمدرب الشخصي للوكا مودريتش. الراجل ده قدر ان هو يقلل اصابات لوكا مودريتش، وبعد ما وصلت اصابات لوكا مودريتش في موسم 2014 2015 انها تغيبه عن 32 ماتش في الموسم، الراجل ده بشغله المتواصل مع مودريتش على انواع اطالات مختلفه وعن طريق تمارين خاصه لزياده قوه التحمل قدر ان هو يقلل من اجهاد العضلات، وقدر يقلل اصابات لوكا مودريتش لدرجه انه في موسم 2022 غاب عن 4 ماتشات بس طول الموسم. تاثير فلانكو كان واضح على معدلات جري مودريتش برضه. مودريتش جرى اكتر من 114 كيلو خلال 12 ماتش في
في دوري ابطال اوروبا اللي فات بمعدل 9.5 كيلو في الماتش الواحد، وده رقم مدهش. مفيش حد طبيعي في السن ده يقدر يعمل كده يعني. مش بس كده، ده خلال الموسم الماضي كمان كان صاحب تاني افضل معدل جري في ريال مدريد بعد كاسيميرو، فرق بسيط جدا عنه. والمدهش بقى ان في مونديال روسيا 2018 مودريتش كان اكتر لاعب عامل معدلات جري في البطوله ب 64 كيلومتر على الاراضي الروسيه، وتفوق على مين بقى؟ على راكيتيتش ومبابي ونجولو كانتي شخصيا. فلاتكو فوسيتش وبنتوس المعد البدني لريال مدريد بيتفقوا ان جينات مودريتش جينات خارقه، ويقدر من خلالها مع التمرين اللي بيعمله يوصل ان هو يلعب لحد بعد ال 40 سنه. بعد كل اللي سردناه ده فاحنا لازم نعترف اننا قدام شخص اعجازي، وواحد من اكتر لعيبه خط الوسط تكاملا في تاريخ اللعبه. لوكا مودريتش هو همزه الوصل بين كل مراكز الملعب، وبيقدر يوفر الصفات اللي بيفتقدها اي لاعب خط وسط بيلعب جنبه، وده شفناه مع كروس وكاسيميرو واي لاعب بيلعب جنبه. مودريتش بيقدر ان هو ينقل الهجمه من الخلف للامام بكل الطرق، زي الكرات الطويله والاختراقات والمراوغات وهزيمه الرقابه الفرديه كمان، وكل الوظائف دي بيعملها على اكمل وجه. مودريتش بالشكل ده يعتبر هو الموتور او المحرك اللي بيلعب ريال مدريد كلها، وكمان بيقدر يظبط ايقاع الفريق زي ما المدرب عايز بالظبط. لوكا مودريتش بيقدر ان هو يسرع الهجمه، يعمل هجمه منظمه ما بين الخطوط من غير الكره بقى. فمودريتش بيتحول لنحله بتقفل كل زوايا التمرير على المنافس، ولما فريقه بيفقد السيطره على الهجمه بينطلق مودريتش عشان يقتل الهجمه المرتده ويستعيد الكوره، وفي حاله يعني لو فشل في ده بيرجع يغطي ورا الاثنين اللي جنبه. وكمان لوكا مودريتش بيقدر يراوغ، يدافع، يسجل، يصنع، وكله بيعمله بنسبه 100%. لذلك لوكا مودريتش يعتبر هو اكتر لعيبه خط الوسط تكاملا في تاريخ اللعبه، لانه بيقدر يقوم بكل الادوار في نص الملعب، وده شيء خارق جدا يعني. بالاضافه كمان للاستمراريه، لانه بقاله اكتر من 10 سنين في المستوى العالي ومستوى بيزيد كمان. بالاضافه برضو لانجازاته مع ريال مدريد وكرواتيا اللي ممكن ما تتكررش تاني. فالسؤال هنا، ليه لوكا مودريتش مش افضل لاعب خط وسط في تاريخ كرة القدم؟ اشوفكم في حلقة جديدة، سلام.